بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معكم رادف هيد. النهاردة هنتكلم عن لقاء النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي، المباراة التي أقيمت اليوم الساعة 7 على قناة أون سبورت واحد، وكان معلق اللقاء محمد الكواليني. بدأ النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى شوبير ولحراسة المرمى محمد هاني باك يمين، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، اتنين مساكين. و آه، آه، بدأ النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة وعلي معلول. خط الوسط أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور، بينما كان في خط الهجوم بيرسيتاو ووسام أبو علي رأس حربة، وفي الناحية الشمال وأحمد عبد القادر. خط الهجوم بيرسيتاو ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر. بدأ الأهلي المباراة بأداء ضاغط على فريق الإسماعيلي، وإن كان الأداء دون المستوى، وما كانش هو الأداء اللي من خلاله تقدر تحرز هدف. وكان الأداء سجال بين الأهلي والإسماعيلي إلى أن جاءت الدقيقة 33 من هجمة منظمة جميلة رائعة، بدأت من رامي ربيعة اللي لعب الكرة لمحمد هاني الباك اليمين، اللي لعب كرة طولية في الوينج اليمين لوسام أبو علي اللي استلمها ولم الباك الإسماعيلي الباك الشمال لمه ودخل بيه للداخل، ومرر تمريرة جميلة لبيرسيتاو. بيرستاو استقبل الكرة وعدل نفسه وسدد كرة قوية على يمين حارس المرمى أحمد عادل حارس مرمى الإسماعيلي لتسكن الشباك، معلنة عن الهدف الأول، وفرحة كبيرة لجماهير النادي الأهلي. معلنة عن الهدف الأول وفرحة كبيرة لجماهير النادي الأهلي. قبل الهدف في الدقيقة 23 يخرج أحمد عبد القادر مصابا وبينزل بدلا منه حسين الشحات. وبعدها بدقائق أيضا قبل الهدف تسديدة قوية من علي معلول تخطئ المرمى، وكانت قريبة لأنها تكون هي هدف للنادي الأهلي. وبعدها على طول أحرز بيرسيتاو الهدف الأول للنادي الأهلي. في الدقيقة 41 كاد حسين الشحات أن يحرز هدف ثاني للنادي الأهلي، ولكن بغرابة شديدة عندما تسلم تمريرة من إمام عاشور وفي استلمها داخل الصندوق وموجه للمرمى، ويلعب الكرة بغرابة شديدة جدا فوق المرمى اللي يعتبر فاضي أو كبير بالنسبة له، مسافة قريبة يحط الكرة فوق المرمى ببعيد وبيقدر هدف، ويضيع فرصة كبيرة على النادي الأهلي. بعدها كرة ثابتة لفريق النادي الإسماعيلي يسددها عبد الرحمن مجدي بقوة على يمين مصطفى شوبير المتألق، واللي نجح النهارده في إنقاذ مرمى النادي الأهلي، وانقذها مصطفى شوبير وصد الكرة بايديه الاثنين وابعد الكرة الى الوينج اليمين ليشتتها ويشتتها دفاع النادي الاهلي بعيدا عن المرمى. بعدها بدقيقة أو دقيقتين كاد عبد الرحمن مجدي من انفراد أن يحرز الهدف الأول للإسماعيلي، ولكن براعة مصطفى شوبير المتألق في زوع مرماه بيخرج وبيقدر يسيطر على الموقف وبيلتقط الكرة وينقذ الأهلي من هدف محقق لنادي الإسماعيلي لينتهي الشوط الأول بفوز النادي الاهلي وبتقدمه 1-0 بهدف بيرستاو، ولكن الفضل لله ثم لمصطفى شوبير المتألق يا جماعة. مصطفى شوبير بيقدم نموذج مشرف لحراسة المرمى في النادي الأهلي،
مصطفى شوبير بيقدم يعني اداء رائع، اداء جميل. لاعب عنده ثبات انفعالي، لاعب يعني واقف تحت خشبات في الثقه في الاداء، محفز لعيبته ومطمن اللاعبين، وما شاء الله ما شاء الله يعني عامل مباريات كبيره وبيتالق من مباراه لاخرى. ولولا الهدف اللي هنتكلم عنه الاسماعيلي من ركله الجزاء كان قدر يحصل على الكلين شيت في مباراه النهارده. وهنيجي مع بعض وهنكمل بقية أحداث اللقاء. بنقول إن للأسف الشديد كولر بيتعامل في المباريات في الدوري الممتاز. أنا بعتبر إن تعامله في الدوري الممتاز غير خالص عنه في البطولة الأفريقية. كولر يعني بيقدم مردود مش عاجبني وأداء مش عاجبني وتغييراته طب أنت بادئ بتشكيل قوي ماشي، انت ايه اللي عملته في الشوط الثاني يا كولر؟ وده اللي هنقوله مع بعض دلوقتي. وبيبدأ الأهلي الشوط الثاني في حالة من التراخي والاستهتار والتعالي من لاعبي الفريق النادي الأهلي، مع المفروض يكون غرفة الملابس ويكون تعليمات كولر ويكون آه، اللعيبة يعني خدوا دش ساخن، لأن النتيجة ما كانتش كويسة وما كانتش معبرة عن سير اللقاء، ومش ده أداء النادي الأهلي المعروف عنه. إن لما بيلعب قدام الإسماعيلي أو إن هو لما يرجع المفروض يكون عارف إن عنده بطولة في الدوري الممتاز، يلعب بقوة ويلعب برجولة ويكونوا متحفزين لأن هم يحرزوا هدف واثنين وثلاثة ويقضوا على المباراة ويسيطروا عليها من بدري. ولكن الاهلي ما كانش في يومه او ما كانش في مستواه اللي احنا بنعرفه، وان كان افضل من المباريات السابقه سواء كان امام الزمالك او امام انبي او امام البنك الاهلي اللي طبعا خسر فيهم 7 نقاط للاسف الشديد، او 8 نقاط، هزيمتين وتعادل. بنقول ان مصطفى شوبير انقذ مرمى النادي الاهلي في الدقيقه 52 من هجمه مرتده للاعبي الاسماعيلي، وانفرد فيها عبد الرحمن مجدي بمصطفى شوبير، ولكن خرج قفل عليه المرمى ليسدد عبد الرحمن مجدي من مسافة قريبة ترتطم بقدم مصطفى شوبير وترتد في جسم عبد الرحمن مجدي لتخرج خارج المرمى. وده إنقاذ يعني كرة كانت أقرب ما يكون لتحقيق هدف، ولكن بقول براعة وتوفيق ما شاء الله للاعب مجتهد ولاعب يعني يستحق أن يكون رجل مباراة ويستحق أن يكون النجم رقم واحد في النادي الأهلي بعد جماهير النادي الأهلي الوفية المخلصة اللي هي سر سعادته وسر تقدمه وسر نجاحه وسر بطولاته. بعدها في الدقيقة بعدها وفي الدقيقة 57 ينطلق علي معلول من الجبهة اليسرى ويلعب الكرة لحسين الشحات اللي ما زال بعيد عن مستواه. يعني حسين الشحات بعد الإصابة مش ده حسين الشحات، حسين الشحات بعيد تماما، بيخاف من الالتحامات وده حقه لأن طبعا عنده إصابة في الوجه، وحتى مجهوده البدني قليل ولسه ما وصلش الجاهزية الكاملة حسين الشحات، وتركيزه ما زال مش موجود أو قليل. فبنقول ان هو كتر خيره والراجل بيجربه هنقول ماشي، وكان التغيير اضطراري. فبنقول حسين الشحات رجع الكرة تاني بعد ما دخل عليه لاعب الاسماعيلي وقفلوا عليه زوايا التمرير، ورجع الكرة لعلي معلول اللي لمح امام عاشور المتالق اللاعب الذكي، اللاعب اللي انا بعتبره من نجوم احسن صفقات النادي الاهلي جابها هذا الموسم من النجوم الكبيره، وفعلا لاعب عالمي ولاعب نجم ولاعب رائع وموهبه ولاعب ذكي جدا، ولاعب لماح ما شاء الله يعني. انطلق من خلف المدافعين ولمحه علي معلول اللي مرر له اسيست ولا اروع داخل منطقه الجزاء، ياخدها امام عاشور ويجنح ناحيه الشمال وعكس اللعب تماما، وبيسدد بيسرها كره قويه داخل المرمى، والكل كان متوقع انه هيلعب الكره للداخل، ولكن بذكاء. بقول لكم لاعب ذكي جدا ولاعب كبير وموهبه كبيره ونجم من نجوم كره القدم في مصر، امام عاشور فعلا يسدد كرة ويحرز هدف تاني للنادي الأهلي ليتقدم الأهلي على الإسماعيلي في فترة من أحسن فترات المباراة بالنسبة للنادي الأهلي 2-0. ولكن تعالوا بقى شوفوا المفاجأة.
والمفاجأة كانت في إن كولر عمل تغييرات زي ما يكون الراجل صعبان عليه إنه متقدم ومتفوق ومتألق ومسيطر على اللقاء أو بدأ يسيطر على اللقاء، وبدأ الأهلي يبقى له شكل تاني في المباراة ومتفوق بهدفين على الإسماعيلي، وأفقد الإسماعيلي توازنه وحصل خلل في فريق الإسماعيلي وخاصة في نصف الملعب، ولكن كولر بيقول لهم لا، ده أنا هريحكم يا جماعة وهبرجل لكم فرقة الأهلي وهاعمل حاجة ما ينفعش تتعمل. وده اللي عمله كولر. أنا باعتبره كتحليل للمباراة إن كولر كان بيألف. كولر كان بيألف، يا إما كان بيجامل، يا إما بيألف، يا إما بيجامل. أنت بتعمل إيه؟ كولر عمل تغيير، ما أعرفش إيه قناعات كولر بموديست. يخرج الراجل اللي كان بيهد في دفاع الفريق الاخر اللي هو حسام ابو علي راس حربة النادي الاهلي، واللي كان مساهل لعيبه النادي الاهلي، هو اللي عمل الاسيست بتاع الهدف الاول بس تاو، وكان بيسند محطه للاعيبه اللي جايه من الخلف سواء اكرم توفيق او بيرسي تاو او احمد عبد القادر قبل ما يطلع او حسين الشحات بعد ما نزل او علي معلول او امام عاشور. الراجل كان محطه كويسه جدا ولاعب ما شاء الله بيعرف يقف على الكوره وبيعرف يسند الكوره وعامل شغل كويس ومعمول حسابه بالنسبه لخط دفاع او ظهر النادي الاسماعيلي. ولكن الراجل بيقول لهم لا، ده انا عايز اريحكم. أنا بقول للاسماعيلي عايز اريحكم، انا نزلتكم راس حربة تاني مسالم والراجل بعيد عن مستواه، واحنا بنحترمه احترام كامل. يعني احنا بنتكلم كوره يا جماعه، احنا بنتكلم كوره. الراجل بقى بتاعنا اللي هو الكابتن كولر اللي هو المدير الفني احنا بنشيد بيه دايما وبنشيد بيه كتير في مواقف كتير، النهارده عمل تغييره بصراحه. انا يعني التغييرات دي استفزتني جدا وجابت نتيجتها بالسلب على النادي الاهلي. وانا كنت متوقع الاهلي يخش في جون، وقلت الكلام ده وانا بشاهد المباراه، وفعلا حصل ان الاهلي دخل في هدف، وكان ممكن الاهلي يخش في هدف واثنين وثلاثه لان حصل فجوه كبيره مش بتغيير موديست فقط. لا، ده الراجل جاب اللاعب المتالق الجناح اللي عامل اداء غير عادي وخاصه في بدايه الشوط الثاني بيرسي تاو، دفاع وهجوم. بيرسي تاو احرز لك هدف وكاد ان يحرز الهدف الثاني بعد ما رقص لعيبه الاسماعيلي داخل منطقه الجزاء ودخل على عدلته وعلى قدمه اليسرى. انما حسين الشحات اللي يعني بغرابه شديده عايز يجيب جون وياخد الكره ويلطشها من قدامه ويلعبها على شمال حارس المرمى، والكره دي كانت تتلعب بشمال بالقدم اليسرى لبيرسي تاو في البعيده على يمين حارس المرمى الفاضي كانت هدف. انما حسين الشحات لعبها في الزاويه المقفوله اللي فيها المدافعين واللي فيها حارس المرمى بغرابه شديده. ما تسيبها يا عم حسين، يا تلعبها في المكان الفاضي يا ما كانش تسيبها الراجل اللي جاي على عدلته وعدل الكوره ورقص الدنيا وهيحط في المكان الفاضي. اجى عمنا حسين الشحات قال له لا، ده انا هطلع الكوره واريح فريق الاسماعيلي وهخرج الكوره بره وتطلع الكوره كورنر. حتى احنا شفنا ابتسامة بيرسي تاو لأن الراجل كان عارف إن الكورة بنسبة 99% كانت هدف للنادي الأهلي. الأغرب بقى إن عمنا كولر عاقب فرقته وصعب المباراة وعمل ما لا يعني اللي ما ينفعش يتعمل، وبدل ما الراجل يطمع في اللقاء بزيادة ويفرد ويفتح سكور بالنسبة له ويحاول يحرز الثالث والرابع، لا الراجل ما عملش كده. ده هو فتح فرقته وفتح جبهة يمنى على محمد هاني وصعب عليه الأمور، لأن أداء بيرستاو أعلى من أداء رضا حجازي. التحامات بيرستاو أقوى من التحامات رضا حجازي. بيرستاو في الناحية الدفاعية أعلى بكتير من رضا حجازي، وشفنا الفرق. وكمان أنت نقصت الفرقة وسام ابو علي اللي كان بيعمل لك خط دفاع اول على فريق على دفاع النادي الاسماعيلي وبيهد الفرقه من قدام وبيسهل على لعيبه نص الملعب. انما انت جبت موديست راجل لسه داخل بتجربه وعلى حساب مين؟ على حساب النادي الاهلي، وكانت النتيجه ان انت تعاقبت. ولولا حارس ببراعه مصطفى شبير يا كولر كنت انت النهارده يا اتعادلت يا اتغلبت. وكولر زي ما يكون بيكافئ كل اللي يجيب له جون. كولر بيرستو جاب هدف طلعه،
وامام عاشور جاب له الهدف الثاني طلعه. انت بتعمل ايه يا كولر؟ يا سلام على العبقريه يا كولر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو اللي يجيب هدف عندك بيطلع؟ دي مكافاه دي ولا ايه؟ انت بتقول لا ما هتشتروا جوان. اياكم تجيبوا اهداف عشان لو جبتوا اهداف بعد كده هطلعكم من الملعب. ايه يا عم؟ بتجيب اللي افضل لعيبه عندك وتطلعها من الملعب. هتقول لي حافظ عليها وبدور اللاعبين وكاني وما انت بتلعب الاسماعيلي بطوله خاصه. الاسماعيلي لو غلبك ده كان خد الدوري العام. الاسماعيلي لو غلبك كانه خد الدوري العام او كاس مصر او اي بطوله، هيعتبر نفسه خد كاس، خد لقب على طول هو وجماهيره، وهيبطلوا الصبح وممكن يحتفلوا، ممكن يخرجوا في البلد يحتفلوا. ده مش ممكن، ده اكيد. ده انت بتلعب اي فرقه تانيه هم بيشجعوها. انت بقى يا عم كولر جاي بمنتهى البساطه ومنتهى العبقريه، وبتسهل الدنيا على اللاعب الاسماعيلي وجماهير النادي الاسماعيلي، وبتقول لهم انا بساعدكم، انا بطلع لكم احسن لعيبه عندي. وما كانش ناقص غير انك تطلع مصطفى شبير عشان يبقى طلعت بقى كمالة احسن لاعب. بعد كده كولر راح مطلع آه، الاثنين لعيبه اللي بيلعبوا في نص الملعب وبيعتمد بهم على الهجوم، سواء من من العمق يعني من الناحيه الشمال او من الناحيه اليمين. وكان دايما بيعتمد على اكرم توفيق بيلعب على الناحيه اليمين، بيخترق من العمق من الناحيه اليمين، وامام عاشور بيخترق من العمق من الناحيه الشمال. فطلع الاثنين ونزل مكانهم عمرو السوليه. وفي الناحيه الثانيه نزل كوكا. آه، كاد أن يحدث العقاب لكولر في آخر دقائق من اللقاء. هجمة مرتدة يخطئها رامي ربيعة المتسبب في ركلة الجزاء اللي دخل منها هدف النادي الأهلي. وأنا من وجهة نظري ركلة جزاء لو للأهلي مش هتتحسب، وبيجي الأهلي كور أصعب منها بكتير وما تتحسبش. وما أعرفش أحمد الغندور وحكم الفار ما زي ما يكونوا كانوا مستنيينها، ما تعرفش. طب ماشي، ما احنا بجيلنا يعني حاجات زي دي بتقولوا ده التحام عادي وحاجة يعني باللمس. باللمس الراجل وقع هوب ضربة جزاء، ولا حتى كلف نفسه يروح يشوفها في الفار. طب انا عايز اما الكور دي تيجي للنادي الاهلي يا ريت يبقى فيه يعني عداله تامه وتحسب النادي الاهلي. انت حقك يا سيدي حسبتها ركله جزاء، وانا شايف ان هي مش ركله جزاء. ليه بقى؟ هقول لك انا شايف ان هي مش ركله جزاء ليه؟ لان احنا بجيلنا طحن داخل المنطقه، وضرب داخل المنطقه، وزق داخل المنطقه، وما بتحسبش ركله جزاء. ما بتتحسبش بقى لما بتكون ايه؟ لا يختلف عليها اتنين. لما يعني لما يجي الخصوم بتوعك يقول لك لا ده هي ضربه جزاء، اما يجوا المنافسين بتوعك يقول لك دي ضربه جزاء. وشوف بقى المنافس بتاعك هيشهد لك ان هي ركله جزاء امتى؟ لما بتكون هي خلاص خالصه مخلصه. انما ان هي مشكوك فيها ما تحسبش لها. وانا ممكن اعمل لكم فيديو بركلات جزاء على النادي الاهلي وعكسها للنادي الاهلي لم تحتسب. لم تحتسب. بس احنا ما بنعلقش على التحكيم بزياده يعني. انا كل اللي يهمني انا التحكيم ده كوم خالص، انا ما يفرقش معايا. الحكم النهارده رامي ربيعه اعتبره اخطا، لان طبعا انت راجل عارف ان الحكام ما بيصدقهم. اي لمسه عليك داخل منطقه الجزاء بوقف عندها واعمل ستوب، انت فرقه تقيله بقى، اما ندي الفرقه الثانيه حقها. ليه تحط نفسك في موقف زي ده؟ ليه؟ مجرد التحام عادي ما تسيبه. ما بلاش مدة ايدك كده ان انت تسند كده السنه الخفيفه دي، مع ان احنا مش بنتسند بقى، احنا بنتعجن. وتسند يا عم رامي ربيعه هوب ضرب جزاء. وطبعا عبد الرحمن مجدي سددها في الدقيقه 73 واحرز هدف الاسماعيلي الاول. تعال بقى، كان العقاب هيبقى الاسماعيلي في اخر دقائق من المباراه من انفراد على حدود منطقه الجزاء، يطلع رامي ربيعه يدخل في مين والكره عاليه، يدخل في زميله محمد هاني. هو المفروض كره زي دي واحد بس اللي يطلع عليها والتاني يغطيها، انما اتنين يطلعوا في كره ليه؟ انتوا معاكم مين عشان تطلعوا عليها؟ قالت به كره عاليه، واحد بيطلع يشيل الكوره والتاني بيغطي اللاعب، بيلم من تحت منه. انما عمنا رامي ربيعه باع نفسه ودخل في زميله عشان تنزل الكره تتهادى كده امام مهاجم وراس حربه الاسماعيلي بالراحه كده. عبد الرحمن مجدي كده المتالق النهارده، اللي الاخطاء كولر وبعض لاعبين الاهلي نجمته النهارده علينا، يسدد كره قويه على يمين مصطفى شبير المتالق.
العالمي العملاق النجم. ربنا يحفظك يا ابني، وربنا يبارك فيك يا ابني، وربنا يا رب كده يكفيك شر الاصابات. تستحق فعلا ان انت تكون حارس مرمى النادي الاهلي الاول. وان شاء الله انا بتنبأ لك بهذا الاداء الرائع انك هتكون من الحراس، مش حارس افريقيا ولا حارس منتخب مصر فقط، ده انت هتكون من الحراس اللي هم ينظر لهم العالم نظره تانية خالص ان شاء الله. وخد الكلام ده مني، وعايز عشاق كره القدم وكل متابعين كره القدم ده ياخدوا الكلام ده مني ومن الفيديو ده ويفتكروه كويس قوي، ان مصطفى شبير، وهفكركم ان شاء الله في يوم من الايام ان عشنا وكان نعوم، ان مصطفى شبير هيكون له شأن تاني خالص في الكرة المصرية والعربية والإفريقية، بل والكرة العالمية. وافتكروها مني يا جماعة. وبنقول الفضل لله ثم لمصطفى شبير في ان النادي الاهلي يخرج كسبان النهارده 2-1، واستحق رجل المباراة بجدارة واستحقاق مصطفى شوبير نجم اللقاء الأول ونجم النادي الأهلي. بنقول بقى إن أخطاء كولر في اللقاء كانت كتير، وخاصة في التغييرات. كولر بيرمي الحمل على لعيبته، وإن الإجهاد وإن مش عارف لا 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 لا, لا, لا يا كولر. واختباراتك اللي بتختبر موديست لا، مش على حساب النادي الأهلي إطلاقا، مش على حساب النادي الأهلي. في الأول والآخر بنقول مبروك النادي الأهلي، وبنقول مبروك ثلاث نقط غالية. ليصل النادي الأهلي النقطة 24 من 12 مباراة، يحتل بها المركز ال 11. بينما يظل الإسماعيلي ب 19 نقطة في المركز ال 13. مبروك للنادي الأهلي، هارد لك للنادي الإسماعيلي. بنقول مبروك مبروك مرة تانية للنادي الأهلي، مبروك لمصطفى شبير، مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك لعشاق النادي الأهلي ومحبيه وكل من ينتمون للقلعة الحمراء. وبنقول لجماهير وعشاق كرة القدم والمتابعين لقناتنا قناة راضي فيد أهلاوي، لو أنت مش مشترك في القناة يسعدنا ويشرفنا وجودك ومرورك بقناتنا واشتراكك فيها ليصلكم كل ما هو جديد. ويا جماعة تتمتعوا في قناتنا، واحنا بنحلل بمصداقيه، واي نعم عندنا انتماء للنادي الاهلي ولكن عندنا مصداقيه وعندنا روح رياضيه، وبنقول دايما كلمه الحق اللي ترضي ربنا. زي ما قلنا النهارده ان الاسماعيلي عمل مباراه كويسه وعمل مباراه كبيره، وان عبد الرحمن مجدي كان نجم فوق العاده بالنسبه للاسماعيلي، زيه زي النجم الكبير المتالق في الملعب بيرستاو، بل والاعلى اعلى جدا في المباراه اللي كان في حته تانيه خالص مصطفى شوبير. بنقول للجميع تعليق منكم فيه نقد بناء، فيه نقد نتعلم منه ونرتقي به ونتقدم دائما وابدا. والاعجاب واعجابكم بفيديوهاتنا وبعروضنا بيسعدنا ويرضينا. كل عام وانتم بخير. كان معكم راضي فهيد.